الحلقة بتاعت النهاردة unbox with me زي get ready with me كده، لعبة تحدي العيلة. طيب يا جماعة، لعبة تحدي العيلة لعبة I think ان دي من اللعبة اللي قبل الأخيرة، يعني في منتجاتنا هي اللي قبل الأخيرة. عملناها مع أصحابنا قول أميم وهدفها كان إن احنا محتاجين نتكلم مع العيلة في السن الأكبر شوية. وأنا فاكرة كويس قوي لما تواصلنا أنا وسارة أبو الخير، قلت لها سارة عايزين نعمل لعبة مع بعض عشان نتكلم فيها عن التين ايجرز والتشالنجز بتاعت التين ايجرز اللي يمكن ما حدش بيتكلم فيها قوي، اللي اصلا مراهقين مش عايزين يتكلموا مع اهاليهم والاهالي مش طايقه المراهقين قوي. فنفسنا نجمعهم ونعمل حاجه ليها معنى، ما تبقاش تحقيق وتبقى حقيقيه. قولي معايا صفات بقى يا سوسة سنتيميرا. ده كتير. عميقه لذيذه، فن ولذيذه. يو فيل هوم زي ما انتي قلتي كده من شويه، ونعرف بعض منها اكتر. طيب تعالوا انبوكس ايه اللي جوه المنتجات اللعبه دي البامفلت ازاي نلعب تحدي العيله، مشروحه بكل التفاصيل، واضحه وسهله قوي. ودي انا قلت قعدت اقول لهم حققوا لي امنيه واحده، نفسي تبقى شكل المونوبولي، وفعلا عملوها لي شكل المونوبولي. طلعوا لنا كاردز بقى، نحط كاردز، نحط دول القشاط مختلف عشان معانا جين زي كتير في التيم، فطلعوا اشكال قشاط زي ريموت. ده اسمه ايه سوسة؟ بوبا. تشربيه ميرا؟ لا بس سارة بتشربه ورا الكاميرا صح. وسكوتر وتليفون وشاي العروسة. انا هاخد شاي العروسة. جورنال وجورنال كده بقى عندك. يلا ايه اللي بنعمله بقى؟ طيب قبل ما نلعب التحديات اللي بيعدوا بيها التين ايجرز، قولوا لنا بتشوفوا ايه في المدارس. اتفضلي ميرا. لقيت صوص هتستعد قلت يتسمعوا رأيهم يعني ليست كده مشاكلهم ان هم مش بيتسمعوا على طول في مقارنات مع اللي حواليهم او في تحديات دايما باللي حواليهم. السوشيال ميديا صح. حاجة رهيبة صح. حواليهم يعني فيها تحدي رهيب. ايه تاني سوس مشاكل بيواجهوها المراهقين، بيشتكوا منها المراهقين، بيعانوا من ايه؟ يعني جزء انه لما بيتسمعوا يا اما بيحبطوا، بيتزعق لهم، بينتقدوا، مش بيتفهموا صح باللي هم عايزين يقولوا بجد. اظن من اللي حواليهم برضو يعني في جزء كبير قوي هم مش عارفين يطلعوا انا اللي بجد، اللي هو انا بير بريشر او ضغط الاقران مخليهم مش حقيقيين بالزبط. مش عارفين يبقوا هم مين، فبيحاولوا يواكبوا السوشيال ميديا بتقول ايه، تيك توك دلوقتي بيقول ايه، انزل فيديوهات عامله ازاي صح. فما بقوش يعني مش عارفه اطلع هويتي الحقيقيه. ده متاخد من السوشيال ميديا ومن الباقيين بيعملوا ايه، بيعيشوا ازاي، بيلبسوا ازاي، بيتكلموا ازاي، بيهزروا ازاي، وبيبقوا صعب عليهم يبقوا مختلفين. ليه؟ عشان المختلفين زي ما بنتكلم في التنمر مش محدش بيقبلهم. يعني ان انا ابقى مش بعمل زي الناس اللي حواليا، يا اما خلاص انا هبقى، وده اللي كتير قوي بيجاوبوه في السيشن، انه طب انا هبقى لوحدي، مش هيبقى في حد حواليا، مش هيبقى في حد قابلني كده زي ما انا، مفيش برضو الكوميونتي اللي هو يشجع ان انا فعلا ابقى اللي انا عليه الحقيقي. فما فيش حد بيشجع ده، مش بس انه بيهدمه لكن كمان مش بيشجعه اصلا. صح. ميرا بتشوفي ايه في الترينينجز او السيشنز لما بننزل مثلا مدارس او نوادي؟ اشتغلنا مع الاثليتس كتيره، مع السبورتس اندستري، سواء كانوا المدربين بتوعهم او المراهقين او كده. بتشوفي ايه اكتر حاجات يعني بيبذلوا فيها المراهقين مجهود؟ ايه اللي شاغل بالهم؟ تفت ان قوي صح بصراحه، انه يفت ان في الكوميونتي بتاعهم، حتى لو هو اثليت وجامد افت ان في الاكل اللي طول الناس بياكلوه، انا محتاجه كل شبههم عشان نخرج. او العكس بقى، لو انا مش اثليت ومش بتمرن بالشكل المعين او
مش بلعب اللعبه دي افت ان عشان ابقى بعملها. دايما انا بشوف انه في تحدي انه افت ان في المجتمع، صح. عشان لو انا مختلف ممكن ما يتوافقش عليا قوي. ايه مشاكل اهاليهم؟ الاهالي لما بيجولك في البيرنتس عشان بيشتكولك من المراهقين في ايه؟ بيعرضونا طول الوقت اللي ما هم بيسمعوش الكلام. التينز هم اللي بيعرضونا. ولادنا بيعرضونا طول الوقت ما بيسمعوش الكلام، بس بنحاول نشرح فرق الجاب. صح. بين انا لو انا ميرا دلوقتي مراهقه وبين بابايا ومامتي، عن فرق الجاب بين بابا وماما وتيتا وجدو بتوعي، وان انا ميرا وجوزي وعيالنا مراهقين بالظبط. ففي ده مش ايكوال ده ايكوال ده خالص، في جاب كبيره قوي. فهم بيحسوا دايما وما بيفهموناش، احنا بنبقى خايفين عليهم. صح احنا مقدرين، هو احنا فعلا خايفين عليهم، بس ازاي بنوصل لهم ان احنا خايفين عليهم، وازاي بنسمعهم عشان نقول لهم ان احنا خايفين عليهم. وده بيتطلب ان انا اعمل حاجات مش على مزاجي قوي كبيرنت، عشان محتاجه اتكلم لغته وحاسه ان احنا محتاجين نتعلم ازاي نربي عيالنا. دي حاجه احنا محتاجين نتعلمها، يعني نذاكرها، نقراها، نفهمها، نستوعبها يعني. سوسة، ليه 3 كروت مختلفه؟ وليه دي عامله زي الحلزونه؟ والقشاط ايه قصته؟ ايه يعني؟ احكي يعني، قول لنا البورد كده وانا وميرا هنخش على اللعبه على طول. ماشي. احنا البورد بنبتدي من اول هنا، احنا بنفضل نلف عشان عايزين نوصل لحاجه في الاخر هنعرفها خط النهاية لما نخلص. حلو قوي. الجايزه. الكروت متقسمه زي الالوان بتاعتها، فكل لون موجود على البورد كل سكوير. فانا لما بقف على اللون الفلاني باخد الكارت يعني بتاعه. لو انا مشيت بده وقفت في الازرق باخد كارت ازرق، بالزبط. اخضر باخد اخضر، بيربل باخد بيربل. بالظبط. تمام. الاختلاف بقى الكروت في ايه؟ هحكي شويه ده انا بحكي فيه عن نفسي، يعني بيبقى فيه سؤال وهنطلع examples دلوقتي، انا بقى اللي بتكلم عن نفسي اكتر. بحكي فيه. البيربل ده انا بقول السؤال والناس كلها هي اللي بتجاوب عني انا. صح. وانا بشوف مين فيهم اللي يعرفني اكتر. والاخضر ده احكام درس لذيذه خفيفه، مش دايما خفيفه هي اوقات بتبقى تقيله شويه. طب التشالنج بتاعها هتاخدوا قشاط ايه؟ تاخدي يعني ايه قشاط؟ سكيت. ماشي. تليفون. نشيل الباقي. طيب احنا كلنا واقفين على البيربل. ميرا اسحبي واحد من البيربل كده ويلا بينا نلعب. السؤال بيقول، اشرح لنا الكارت. في 3 اسئله. في 3 اشكال من الاسئله. سؤال اي حد في الناس اللي قاعدين ممكن يستخدمه ويجاوبه، وفي سؤالين تانيين، واحد للجيل الاصغر اللي هو لو الابناء، وسؤال تاني للجيل الاكبر البابا والماما. فانا هختار، انا دلوقتي لو اختار بين الاثنين اللي تحت. السؤال بيقول هعمل ايه لو بتكلم مع حد في حاجه مهمه وهو ماسك الموبايل، ومفروض انتوا تجاوبوا وانا اقول مين هيجاوب اكتر. سهله دي، احنا عارفين ميرا. لا عادي، هتقولي له هستناك تخلص وبعدين عشان تركز معايا. صح. بس اظن لو في حاجه مثلا فرقلها، ممكن تسمعني او تسيب الموبايل، محتاجه اقول حاجه مثلا ممكن اكسب الاثنين. فبتكسبينا لما احنا اجابتنا صح. فلما بتكسبينا بناخد عدد النجوم اللي فوق السؤال، هم كام نجمه؟ واحده. وانت بتتحركي معانا بالظبط، هطلع معاكم النجمه للاخضر. سوسه. لا يا سوسه هتعملي فيها حكم. طيب يلا اعملي فينا حكم. ممكن نعمله ممكن ما نعملوش، حسب الحكم. على حسب الحكم. طيب مفروض اقول مرقة رقبة بقرتنا قطع من مرقة رقبة بقرتكم 5 مرات. ده الحمد لله، ده هي اللي هتعمله. اخترتوا الشخص الصح. اتفضلي يا سات. ماشي. مرقة رقبة بقرتنا قطع من مرقة رقبة بقرتكم. مرقة رقبة بقرتنا قطع من مرقة رقبة بقرتكم. قولي معايا. مرقة رقبة بقرتنا قطع من مرقة رقبة بقرتكم. مرقة رقبة بقرتنا قطع من مرقة رقبة بقرتكم. لذيذة قوي. نشوف مين هيحفظ. واحدة من الحاجات اللي جات لنا برضو فيدباك، عملنا مرة الورك شوب دي مع ايماجينيشن في دبي، وعملنا فاميليز تلعب اللعبة، وكل عيلة قعدت على ترابيزة ولعبت اللعبة. الفيدباك اللي جالنا انه من كذا حد تينيجر انه لا، ما كنتش اتخيل ان انا هعرف اقعد اضحك بجد مع اهلي. يعني هم حرام حسنا ناشفين قوي كده. فعجبني قوي فكرة الديرز، لانه بتفك القعدة كده مع الولاد والبنات، وما يبقاش العلاقة بس، لانها بتاند اب كده وقت المراهقة
اوريدي بيبعدوا اوريدي ما بقاش انا الاولويه، فبالتالي بتنشف كده. طيب فانت في الحاله دي انت لوحدك بتتحركي وانت التليفون ماشي، انا دوري، فانا على الاخضر لسه، فانا هسحب. ربنا يستر يا لهوي مش هقدر. طبعا ممكن في وقت تاني مش قدام الكاميرا قوم ارقص مع اللي قدامك على اغنيه انتوا الاتنين بتحبوا، ده مفيش مشكله. خلاص اعتبروني وقت البريك بنلعب. فبنلعب البتاع ونفس الحاجه، انا بموف فورورد. وتعالوا نتخيل ان احنا بنتحرك فجينا عند الجزمه. ايه الجزمه دي؟ افتكرت تقلع الجزمه وانت داخل البيت، مبروك عليك خطوتين لقدام، فالشخص بيكسب. طيب ميرا قولي لنا بقى مين يعرفني اكتر؟ هات لنا واحده تانية. اوكي وسوسه ممكن تاخدي لنا واحد بلو نعتبرك طلعتي قدام. هعمل ايه لو كنت سايب اكل في التلاجة بحبه وما لقيتهوش؟ مش عارفه، حسب لو في المكتب ولا في البيت. يعني لما بتحصل في المكتب بتتسائلي. ماشي. سوسة عامة بتعرف تجاوب على أسئلة الأكل بتاعتي كويسة. تنزلي تجيبي شيبسي من السوبر ماركت بس عادي يا حبيبتي يا بنتي. رمزي بقى قليلك قوي كده. تمام. طب سوسة ايه السؤال اللي عندك؟ انا هسحب واحد برضو. السؤال اللي عندي اكتر موقف محرج حصل مع عيلتي. يعني ممكن يبقى واحنا بنلعب تحدي العيلة، كان في الدير بتاع اطلع على البلكونة تقريبا وسقف، مش عارفة كام 7 سقفات حاجة سقفات في البلكونة وبنسقف. يعني كان في غالبا كام ديرز من صح محرجة شوية جدا بس كان لذيذ. هحكي اكتر او هحكي شويه انت بتتكلمي. انا في مين يعرفني اكتر بقى سؤال لذيذ قوي. حاجه هقول لكم كذا سؤال منهم عشان عايزه الناس تعرف اكتر على الاسئله. حاجه نجحت فيها جدا وكنتم فخورين بيا. فده انتوا اللي بتجاوبوه. اوكي. فالعيلة المفروض تقول، وطبعا بنلاقي مفاجآت بقى، يا إما حاجة هو مش فخور بيها خالص يا إما حاجة هو فخور بيها قوي وهو مش عارفينها. السؤال التاني حاجة كنت متعود أعملها زمان وبقالي كتير ما بعملهاش. أنا هسيبكم تجاوبوا على السؤال. الحاجة اللي كنت بعملها جدا زي إيه يا سوسة؟ قوليلي. تشربي نسكافيه عادي زي الناس العادية مثلا سخن ويفضل سخن عشان العيال بس كده. يعني اصحى وقت ما هصحى في الويك اند يعني مش يلا عشان الشمس صحيت يعني. صح. ميرا حاجه كنت متعوده اعملها زمان وما بقتش بعملها. ان يبقى بتعملي اكيد حاجات متاخر بالليل او قادره تقعدي في الشغل لغايه متاخر بصراحه. أيوة. صح. ودلوقتي مواعيد العمل مواعيد عمل البنات. عمل البنات والعمل صح. لذيذه قوي مين يعرفني اكتر دي. طب قولي لنا يا سوس حاجه تانية. حاسه انا عايزه اقرا شويه اسئله. يلا انت اسئله وانا هقرا ونتكلم برضو اكتر في احنا بنرد ازاي لما بنسال الاسئله دي. يعني انا حكيت فمثلا في سؤال للاب والام بيقول في رايي ايه اهم حاجه تستاهل اعيش عشانها. يمكن يعني اهتميت اقرا السؤال ده علشان حاسه ان كل واحد فينا لو بتخيل الاهلي بيعيشوا عشان مش هبقى عارفه most probably يعني خالص. وكأنك بتقولي انه اجابه سؤالي بيحدد حاجات كتير قوي في العيله كفاليو اساسا بتاع العيله دي عامل ازاي، وولادنا بالتالي بيفكروا في ايه. واحنا بنتمشى على البحر عاده على الشماسي الناس بتتكلم بصوت عالي. او في الريستورانتس حواليكوا يعني بتسمعوا conversations. ايه اكتر conversation حسيتوا انها يعني لفتت انتباهكم ليه علاقه باهتمام الاب او الام او اهتمام العيله؟ يا ميرا انا عارفه اني بسالكم اسئله احنا مش بنحضر الاسئله، ففكروا معايا كده ايه سؤال استوقفكم حسيتوا ده probably لو ده اللانجوج في البيت، لو ده الاكتر حاجه مهمه مش عايزين نستغرب الولاد لو دراجت. قولوا لي حاجه. انا حاجه مش سمعتها
في البحر، بس سمعتها من اب بيحكي عن حد ابنه كبير، فبيقول بعد ما ده حد اتخرج وخلص، فالاب حكى قال انا ابني كان نفسه يدخل الكليه الفلانيه، كانت كليه صيدله بالمناسبه، قال انا منعته وهي was so proud of it. فاهلي كانوا موجودين في نفس القعده، وبابايا رجع بعديها استغرب قوي، حس انه انا حاسس انها مش مفروض تبقى حاجه احنا براود بيها، ان انا يعني الكونسبت نفسه بغض النظر عن ايه مسمى الكليه اللي جوه او ايا كان، بس الكونسبت بتاع انا ابني، وده كان ديسكشن قعدت فتره يعني انا منعته ما خليتوش ياخد القرار انه يخش كليه ايه. بكل الاخبار اللي بنسمع عنها وقت الثانويه العامه وكل التحديات اللي بتيجي في التنسيق وكده. ايه يا سوسة، فاكره حاجه تقوليها لنا في الحته دي، حاجه لفتت نظرك؟ مش فاكره يعني انه الاتنين قدام بعض، بس فاكره الام كانت بتتكلم على ازاي بتعامل بنتها وكده، فكانت بتقول انه هو الصراحه انا بضربها، بس انا ببقى متعصبه جدا 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 ومش بعرف اعمل ايه، وهي بتعصبني قوي، فهي بتعصبني وانا بتعصب، فخلاص يعني جيفن وين وين يعني احنا الاثنين، هي شخصيتها بتتعصب وانا شخصيتي بتعصب، فاتس اوكي انه ايوه يحصل كده. وانا عايزه اقرا سؤال، افتكرت قصه حد حكاها برضو، لعبوها اللعبه دي وحكى لنا عليها. يعني ايه اكتر كلمه حلوه بتتقال على شكلي بحبها؟ الحد اللي كان بيقرا السؤال ما كانش في عندها حاجه بتحبها في شكلها اصلا خالص، اتفاجئت لانه اللعبه دي لعبتها مع اصحابها، والاصحاب كلهم كانوا بيقولوا حاجات very positive. هي بتقول انا ما عنديش حاجه اصلا بحبها في شكلي، فاستغربت كل الناس بتقول الحاجات دي. ودي حاجه من الحاجات اللي بحبها، انه لعبه تحدي العيله ينفع تتلعب مع الاصحاب، لانه اصحاب في وقت عيله بنلعب وبنعيش وبننام ونقوم ونصحى ونسافر مع بعض، فهم they are في وقت considered عيله. فعجبني بس وانا بفر السؤال ده. عندك سؤال تقراه لنا؟ عندي سؤال المفروض ان ده الاطفال هم اللي هيجاوبوه، فبيقول موقف حصل وكنت حاسس نفسي اختفي ومحدش يشوفني. بيبقى سؤال لذيذ قوي. يعني اول حاجه يعني لو بس فكرنا ثانيتين مش هيجي في دماغنا، بس صح، بس كل الهدف انه بس اسيب لنفسي فرصه واسيب برضو لابني فرصه انه فكر، يمكن موقف حسسك انك صح خايف، يمكن حسسك انك مكسوف، يمكن كنت تعبان، فيبتدي هو يفكر ويقول ايه الموقف. يعني زي برضو كل اللعب انه it's a conversation، دي حاجة بتفتح، فانا بعرف فيها حاجات انا ما كنتش عارفها خالص. صح. ميرا عندك سؤال تقريه لنا؟ سؤال لكل الافراد، يعني ممكن اي حد يختار يجاوبه. فبيقول لو هبطل اخاف من حاجة معينة هتبقى ايه؟ ده مش سؤال بسأله لكم، انا بشاركه قد ايه. السؤال اخر مرة كنت بلعب مع جريس وهي جاوبت صح قوي، الصراصير. سؤال حلو فعلا. ولما الكبار بيقولوه الصغيرين ممكن يتفاجئوا ان هم بيخافوا من حاجة اصلا، انه بيخاف اصلا. انهي ترند على السوشيال ميديا علقت عليه فترة؟ سؤال بيقول برضو حاجات كتيرة ليها علاقة بالترندز وولادنا واصلين لفين في الحتة دي. يعني ايه اليوم اللي كنت متحمس فيه قوي؟ حلو السؤال ده. ايام كتير يا سوسة الحقيقة. صح يا ميرا؟ كتير قوي الصراحة. طب سوسة، مين اسم مدرسك المفضل؟ يا نهار ابيض، اظن كان في مدرسة اسمها ميري، كنت بحبها قوي، ما كانش حد بيحبها خالص، بس هي كانت ستريكت جدا وديسيبليند جدا، الولاد ما اللي كانوش اتأخر ثانية فهي هي هيئتها. بس بعدين استوعبت انه هي خلتني ابقى مركزة في حاجات كتير قوي، انا ساعتها مش هبقى مهتمة ان انا ابقى disciplined ولا اهتم بالوقت ولا اي حاجة. صح، فدي اكتر واحدة بفتكرها يعني. ايوه سيرة مدرسين. ميرا، لو اختفيتي ومحدش عارف لك مكان هتروحي فين عشان ابقى عارفة بس؟ اروح فين؟
هقعد على البحر بس في حته محدش يعرفها يعني كان مش كومن بروحوا مع لازم ناس يبقى في قريبه بحر. اكيد حته فيها بحر كلنا اكيد حته بس مش مينفع بس هيبقى حته ما بروحهاش مع الدايره القريبه عشان ما يبقوش عارفين. اسئله بقى يعني بتجرح زي مجموعه كام في الثانويه العامه والحاجات دي هنسكيبت عادي. تفتكري يا سوسة لو تين ايجر بيوصف مومنت زي دي وهو داخل عليها مع اهله هيبقى خايف من ايه؟ دي بقى ليها علاقه بردود الفعل يعني. هيبقى خايف من ايه من اهله؟ ميرا فكري برضو بليز. اظن هيبقى خايف في جزء انه لو انا حكيت حاجه ديب قوي او قررت فجاه انه خلاص ليتس ريسك ات واحكي حاجه فعلا هما ما يكونوش عارفينها وكان الرد انه هي ما تقدرتش او عادي. يعني اظن ده السايد التاني من انه ما احكيش بس في اوقات بيقرروا انه خلاص يعني وبحس انه اللعبه دي هي كده هي اتس ريسك تيكينج. صح. انه مش العادي ان احنا بنقعد في وسط عيلتنا ناس عايشين معاهم طول الوقت نتكلم في حاجات ما اتكلمناش فيها قبل كده فاتس ريسك تيكينج. هي محتاجه شجاعه قوي قوي. فان انا اقرر ان انا ابقى فعلا شجاع واتكلم عن الاسئله دي وما احسش ان هي اتقدرت او اجابات اللي انا ما كنتش قوي متخيلها اللي هو ايه حاجه مثلا عملتها فخور بيا فيها. اقعد كتير بقى افكر حاجه عملتها فخور انت بتصحى الصبح بالعافيه او صح بس انا فعلا عايزه اسمع. ايه ميرا تاني ايه تاني ممكن كأننا بنقول يعني ما تعملوش ده عشان تشجعوا ولادكم تحكي تبقى اوبن تبقى حاسه بامان اكتر؟ متهيألي لو حكى عن حاجه خضتك بابا وماما حاول احنا عارفين قد ايه تشالنجينج امسك نفسك واسمعها للاخر. يعني نفسي كده ياما انه ايه امتى ازاي كنت فين او ما قدرتش او ما شفت ازاي. ما سينا كانت بتقول كده مع سوسة كانت بتقول حاسه عايزه اسمع كل اللي هيقولوا لي للاخر وعايزه اشارك اقول ان انا كمان مش بلعبها لو عشان ولا ابقى حاطط خطه ان انا اسمع ابقى عشان اسمعهم بس. يعني كل ما كنت حقيقي كل ما هيوصل يعني. طب ميرا قولي لنا انا بقى مثلا وصلت لخط النهائي خدتي كاس العيله ايه بقى ده؟ اقري لنا بقى الشهاده. شهاده امتياز وتقدير لفرد العيله الجامد. رفعت راسنا يا لعيب ومفيش كارت وقف قدامك. اكتر اللي بيوصل الاول اللي هو غالبا بيجاوب بالاجابات كلها بيحكي بيشارك بيعرف اجابات مين يعرفني اكتر اسرع. فبنعمل ايه بقى؟ بنقول له بياخد كاس العيله بنقول له الف مبروك وصلت لكاس تحدي العيله. طول الاسبوع اللي جاي كل حد في الناس اللي بيلعبوا هيعبر عن حبه بطريقه بتفرق معاك بعد ما تختارها من هنا. وبنشرح هنا لغات الحب ال5 وبندي اكزامبلز عنهم. بس الناس اللي بتلعب عنهم معانا محتاجه يعني انا محتاجه ابقى لما اعرف يا ساره انت ايه لغه الحب بتاعتك ولو بتحبي الهدايا اجيب لك حاجه بسيطه حاجه هتفرق معاكي ثرو اوت الاسبوع. فكأن اللي كسب عليه مسؤوليه انه يعرف ايه لغات الحب بتاعت اللعيبه وازاي يقولوها هما وازاي يكلمهم بيها وهم يكلموه هو كمان بطريقته. فكأنها احنا الاثنين يعني. وهنا احنا شارحين مدين اكزامبلز على كل قوليهم لنا يا ميرا بليز. الكلام المشجع والمديح، الكلام اللي بيفرق مع الناس، برافو شاطر جدع، الهدايا حتى لو حاجه بسيطه مش حاجه كبيره خالص، الاعمال الخدميه، اخدك اوصلك مشوار، اجيب لك حاجه وانا جايه في الطريق، الوقت نقضي وقت مع بعض زي وقت اللعبه دي حاجه بريشس قوي قوي للعيله. واللمس، في ناس بتحب قوي قوي الاحضان واللمس وفي ناس ما بتحبوش خالص. فدول 5 لغات للحب. كل واحد عندنا ممكن الترتيب يبقى مختلف خالص عن الحد التاني بس اكيد كلنا عندنا ال5 بس باختلاف اكتر حاجه عندهم واقل حاجه. ميرا سوسة ميرسي على تحدي العيله. ميرسي كل اميم على مشاركتهم لينا لعبه زي دي. قولوا لنا في الكومنتس اكتر سؤال طلع لكم في تحدي العيله وكان we are in trouble او فرق معاكم او عمركم ما فكرتوه فيه قبل كده او جه على بالكم قبل كده. مستنيينكم برضو تبعتوا لنا كل الاسئله اللي انتم محتاجيننا نجاوب عليها اللي ممكن يبقى ليها علاقه بالتحديات اللي المراهقين والعائلات النهارده بتعيش فيها واحنا موجودين ومتحمسين نسمعكم. باي باي. باي باي.